اهلا بكم يا شباب في درس جديد من كورس تعلم اللغه الانجليزيه من الافلام والمسلسلات، وبالتحديد مسلسل فريندز. وزي ما عودتكم في الحلقات دي هنضحك وهنتعلم مع بعض. هدفي ان الموضوع التعلم ما يكونش ممل، لان هو بسيط. الناس بس اللي بتحب تخليها معقده وزي الكيمياء. طب جميل، في الحلقه دي بالتحديد عايزك تركز في 3 حاجات. الاول انا هقدم لك حاجه اسمها intonation، وهنتكلم عنها في الحلقه دي وهنغطيها وهناخد امثله عنها كتير جدا علشان دي مهمه جدا ولازم تاخد بالك منها. الحاجه الثانيه، الحلقه دي مليانه اختصارات صوتيه ومفاتيح انت لازم تستغلها لصالحك. الحاجة الثالثة هو اني هغطي لك وهبسط لك 2 من اكتر الازمنة في اللغة الانجليزية بيعملوا عقدة لناس كتير جدا، ولكن ان شاء الله بعد التبسيط وبعد ما اشرحه لك انت مش هيكون عندك فيها مشكلة، وده وعد. طب من غير ما اضيع وقتك اكتر من كده، يلا نشوف معناه. What the hell are you doing? What the hell am I doing? He just broke my fridge. What? How do you know it's even broken? Oh, you think I don't know what breaks my fridge? Excuse me. Well, what do you know? Broken. That'll be $400. Joey, I saw you push him. You pushed him. Joey, I did not break this, okay? That has been broken for a while. Hi, Chandler, remember I told you about our fridge? Uh-huh. I still haven't gotten the check for your half yet. Do not give him any money. I'm not talking to you. You broke my fridge. طيب قبل ما نبدأ في الشرح خليني الأول أدي لك خلفية بسيطة عن المشهد علشان تفهمه بشكل أعمق. اللي في الصورة ده اسمه جوي، كلكم عارفينه طبعا من الحلقات اللي فاتت. جوي ده كان عايش مع تشاندلر، فجأة تشاندلر قرر إن هو يتجوز مونيكا وعزل من الشقة، ما بقاش عايش معاه خلاص. فهو الدنيا خبطت معاه شوية، يعني اتزنق في الفلوس، لأن تشاندلر كان بيساعده في الإيجار وكده وبيدفع كل حاجة بالنص، لكن دلوقتي بقى هو بيدفع كل حاجة، فبالتالي بقى حمل مادي عليه كبير. لكن للأسف فوق كل ده التلاجة باظت. عمنا جوي يسكت؟ لا طبعا، وده اللي هنشوفه في باقي المشهد. يلا بقى نكمل ونشوف اللي حصل في أول مشهد. What the hell are you doing? What the hell are you doing? What the hell are you doing? فزي ما انت ما شفت كده، جوي قرب بالراس بحجة ان هو عايز يقول له حاجة في ودنه، وبعدين زقه على التلاجة كده. فراس استغرب جدا وقال له What the hell are you doing? What يعني ماذا؟ The hell. كلمة the hell، وده بالمناسبة تعبير مش مؤدب قوي انك تقوله، ولكن هما اصدقاء وبيكون معناها بحق الجحيم اللي احنا متعودين عليها في الترجمة الاجنبي او الترجمة العربي للافلام الاجنبي. فهو بيقول له ماذا بحق الجحيم؟ Are you doing الذي تفعله؟ انت بتهبب ايه يا عم جوي؟ عايز يفهم انت ليه زقتني، انا عملت لك ايه؟ فبعدين جوي بقى هيشرح ويقول ليه هو زقه. تعال نشوف. What the hell am I doing? He just broke my fridge. What the hell am I doing? He just broke my fridge. What the hell am I doing? He just broke my fridge. فطبعا زي ما انت ما شفت كده، جوي وهو بيمثل ان هو مصدوم راح بص لتشاندلر علشان يعني يستشهد بيه، عايز يقول له يعني انت شايف الجدع المجنون ده بيعمل ايه؟ وراح قال what the hell am I doing? You just broke my fridge. What the hell am I doing؟ هو هنا بيسأل نفسه أو ما بيسألش نفسه. خليني أشرح لك. هو بيقول What the hell am I doing؟ يعني ما الذي أفعله بحق الجحيم بطريقة سؤال. طبعا هو مش مستني إجابة، لأن راس قال له What the hell are you doing؟ أنت بتعمل إيه بحق الجحيم؟ فهو راح رد عليه وقال له أنا بعمل إيه؟ You just broke my fridge. طيب أنت عارف إن أنا لو قلت لك I am eating بيكون معناها أنا باكل، وهنا فعل am هو اللي حرك الفعل وخلاه مستمر. يعني لو قلت لك I eat بيكون معناها أنا باكل، أنا ما عنديش مشكلة، أنا عندي بق وأقدر آكل. مثلا I eat fish يعني أنا باكل سمك، مش معناها إن أنا باكل سمك دلوقتي. لو عايز أقول لك دلوقتي هقول لك I am eating fish. تمام كده؟ ف am و ing في الآخر بتحرك الفعل وتخليه
مستمر، وهو ده يا سيدي الحاضر المستمر باختصار. جميل قوي. تعال بقى نجرب حاجة مع بعض. يحصل ايه لو طلعت am دي في الاول؟ يعني بدل ما قلت I am eating fish بيكون معناها انا باكل سمك دلوقتي، لو طلعت am دي في الاول وحطيت علامة استفهام في الاخر. تعال نقراها. am I eating fish هيكون معناها هل انا باكل سمك؟ هتقول لي هو ينفع اسال نفسي؟ اقول لك ينفع، دي لغه مش كيمستري، مش كيمياء، ينفع تستخدمها. اللغه بتعبر عن اللي انت عايز تقوله، ينفع تستخدمها عادي جدا. فهو هنا في المثال اللي معانا بيقول what the hell am I doing؟ اللي انا بعمله you just broke my fridge. كلمه just بيكون معناها هنا للتو. broke كلمه break يعني يكسر، broke يعني مكسور. my fridge كلمه فريج يعني تلاجة، فهو بيقول له انت بس كسرت تلاجتي، او انت لسه كسر تلاجتي يعني للتو. هتقول لي هو ما كسرهاش، هقول لك لا، كلمة بروك لما بنستعملها مع ماشين او مع ماكينة زي التلاجة، البوتاجاز، الكمبيوتر، العربية، بيكون معناها ان عطلت خلاص مش شغالة. فممكن مثلا اقول لك my car is broken. my car is broken. ولو ترجمتها حرفيا هيكون معناها ان العربية بتاعتي مكسورة، ولكن انا اقصد اقول لك ان هي عطلانة عايزة تروح للميكانيكي. فهو يعني الترجمة هنا بيقول له اللي انا بعمله انت لسه كاسر تلاجتي، انت بوظتها. طبعا احنا شايفين ان جوي بيفتري عليه، وده اللي هنشوفه بعد كده. تعال نكمل. What? How do you know it's even broken? What? How do you know it's even broken? What? How do you know it's even broken? فطبعا راس وهو مصدوم ومستغرب من اللي جوي قاله له، راح قال له what? How do you know it's even broken؟ طب خليني اشرح لك. لما تقول لحد how do you know بيكون معناها كيف لك ان تعلم، اللي هو يعني بالمصري انت ايه اللي عرفك، انت عرفت ازاي؟ لان كلمة how بيكون معناها كيف، فهو يعني يقصد يقول له كيف لك ان تعلم، انت ايه اللي عرفك ايه بقى؟ it's even broken. كلمة even بيكون معناها حتى أو أصلا، ف it's even broken يعني أنت عرفت إزاي إنها أصلا مكسورة أو عطلانة. يعني أنت زقتني خلاص كده معناها إن هي عطلت، ما يمكن لسه شغالة. كلمة broken بالمناسبة أنا عارف إنك بتسأل عنها ليه كانت broke من شوية ودلوقتي بقت broken. هقولك لأن الفعل break ده بنقول عليه irregular يعني فعل مش عادي، لا يتبع القواعد. انت عارف ان مثلا الفعل ده walk الماضي بتاعه walked وبنحط ed للفعل، وده بنقول عليه regular، ده بيتبع القواعد. جميل جدا. في بعض الافعال مش بتتبع القواعد دي، ومنها ده break يعني يكسر، وbroke وده الماضي البسيط، وbroken ده الماضي التام. يعني معنى كده ان الفعل ده مش بيتبع القاعدة اللي احنا بنحط ed في الاخر عشان تعمل الماضي. جميل كده. لو الحتة دي ملخبطاك اوعدك انك هتفهمها كويس لما ان شاء الله نبدأ في كورس القواعد، اللي بالمناسبة بدأنا فيه من شوية او بدأنا فيه من فترة، ولكن لسه ما اشتغلناش عليه بشكل كبير لاننا مركزين على مسلسل فريندز اكتر حاجة. جميل كده. تعال بقى نكمل ونشوف ايه اللي حصل بعد كده. Oh, you think I don't know what breaks my fridge? Excuse me. Well, what do you know? Broken. That'll be $400. Oh, you think I don't know what breaks my fridge? Excuse me. Well, what do you know? Broken. That'll be $400. Oh, you think I don't know what breaks my fridge? Excuse me. Well, what do you know? Broken. That'll be $400. فزي ما انت ما شفت كده جوي شكله اتضايق واتعصب. ازاي يعني الراس يتهمه بالاتهام الشديد الباطل ده؟ فراح قام قايل له you think I don't know what breaks my fridge? Excuse me. وراح فاتح باب التلاجة وقال well what you know broken that'll be $400. طيب خلينا اشرحها لك واحدة واحدة. Do you think I don't know what breaks my fridge؟ ده اللي كان المفروض يقوله، لكن هو وقع دو. عارف ليه وقع دو؟ خدناها في الحلقة اللي فاتت. هقول لك لأنه بيتكلم بشكل عامي مش بشكل أكاديمي، وأنت كمان تقدر تستخدمها زيه لو بتتكلم مع الأصدقاء أو بتتكلم مع العيلة، ممكن تقولها كده. ولكن لو أنت في انترفيو أو في حاجة أكاديمية أو حاجة ليها علاقة بالشغل يحبب إنك تستعملها، خصوصا بشكل أكاديمي. دي مش بقى يحبب، هو لا لازم تستعملها. تمام كده؟ لأنك لو ما استعملتهاش مش هتاخد درجة
درجتها استعمل الفعل المساعد do في صيغة السؤال دي. جميل. طيب think، كلمة think يعني يعتقد أو يفكر، ولكن هنا هو بيستخدمها بصيغة سؤال فبيقول له you think، هل تعتقد؟ I don't know، كلمة I do not know اختصارها وبقت I don't know. وعلى فكرة الكلمة دي اتهرت اختصارات، احنا ممكن نختصر الاختصار نفسه. يعني مثلا ممكن اقول لك I do not know واروح مختصرها وقايل I don't know، واروح مختصرها تاني وقايل I know. هتقول لي يا عم هو انت قلت حاجة هي دي كلمة؟ اقول لك دي اختصار لي I do not know، فممكن اقول I know كده، وده اختصار على فكرة وهتسمعه من ناس كتير. وهو ده الهدف من الكورس، انك تعرف الاختصارات وتعرف الناس بتقول لك ايه، فبالتالي تعرف ترد عليهم. جميل كده. فهو بيقول له you think I don't know what breaks my fridge. طبعا كلمة break ده الحاضر بتاع broke الماضي، فهو بيقول له يعني هل تعتقد ان انا مش عارف ايه اللي بيبوظ ثلاجتي او ايه اللي بيعطلها؟ طبعا جوي عارف كل حاجة، فراح كمل وقال له excuse me. كلمة excuse me ممكن تستعملها بطريقتين. الطريقة الأولى إنك تدخل مكان وعايز الناس تبص لك أو عايز تلفت شخص ما ليك علشان يبص لك، يعني إنك تشد انتباهه فتقول له excuse me فيروح باصص لك وأنت تروح سأله سؤال أو قايل اللي أنت عايز تقوله. والطريقة التانية إنك تكون مثلا ماشي في الشارع وعايز تقول لحد ممكن توسع أو عديني يعني، فتقول له excuse me وأنت معدي فيروح موسع لك. وهو ده بالظبط اللي جوي عمله هنا، هو بيقول له وسع كده اوعى. هيقول حاجة بقى وراح مكمل وقال well what do you know what do you know. كلمة what do you know المستخدمة هنا ده تعبير ما ينفعش يترجم بشكل حرفي أبدا، لأنك لو ترجمته بشكل حرفي هيدي معنى تاني وبيستخدم برضه. بس خليني الأول أشرح لك الاتنين وهتفهم كل حاجة، بس ركز معايا واديني انتباهك. الأول what do you know اللي هو مستخدم هنا معانا في المشهد ده sarcastic. كلمة sarcastic أو sarcastically يعني بالسخرية، يعني هو بيستخدمه بسخرية مش بيتكلم بجد. تمام كده؟ فمعناها هنا بص أنا كنت صح، ده معناها، لأنه هو فتح باب التلاجة وفي دماغه إن هو فعلا راس بوظ التلاجة، فبيقول له انت ايه اللي عرفك؟ انا كنت صح اهو. ده معناها وده المعنى الاول هنا. ولكن المعنى الحرفي ليها اللي هو what do you know انت تعرف ايه، ممكن تستخدمها بشكل حرفي زي ما قلت لك. فممكن مثلا يكون عندك اختبار وانت عايز تسأل صديق ايه اللي يعرفه عن الاختبار ده، فممكن تقول له what do you know about the exam. What do you know about the exam؟ ما الذي تعرفه عن الاختبار؟ انت تعرف ايه عن الامتحان؟ وده الطريقة التانية. فانت تحدد من نفسك انت عايز تستخدمه بشكل هزار او عايز تستخدمه بشكل حرفي، والاتنين مستخدمين زي ما انت ما شفت كده. فبيقول له مش انا يعني كنت صح اهو، فراح قال له broken. بالمناسبة كان المفروض يقول it's broken او it is broken، بس هو قال broken كنوع من الاختصار. ولكن تاني لو انت بتستخدمها بشكل اكاديمي قول it is broken يعني مكسورة او عطلانة. That will be $400. لكن هو ما قالش that will be، هو قال they'll be، وده وارد جدا وده اختصار ليها. يعني لما تسمع حد المرة الجاية بيقول لك they'll be $400 بيكون معناها ده هيكون 400 يعني 400 ايه؟ دولار. وخد بالك بنحط علامة الدولار قبل الرقم مش بعدها، لأن ده خاطئ شائع بشوفه من ناس كتير. طب جميل، تعال نكمل بقى ونشوف اللي حصل. Joey, I saw you push him. Joey, I saw you push him. Joey, I saw you push him. فلان تشاندلر حضر الموقف وشاف كل حاجه وشاف جوي وهو بيزقه وراح قال له جوي I saw you push him. كلمه جوي ده اسمه طبعا. I saw كلمه saw ده الماضي بتاع see يعني يرى، يعني لما تقول I see بيكون معناها انا ارى انا شايف. I saw يعني انا شفت او رايت، فهو بيقول له I saw you انا شفتك. بتعمل ايه بقى؟ push him. كلمه push يعني يدفع او يزق، انك تزق حاجه. فلما بتشوف على باب الصيدليه كلمه push وبتروح ساحب، ده بيكون خطأ مننا. هي push يزق او ادفع ان هو يزق حاجه. فبيقول له انا شفتك وانت بتزقه وما تفتريش على الراجل. طب تعال نكمل. You pushed them? You pushed them? You pushed them? فطبعا جوي هيستعبط بقى، هيعمل فيها من بينها. اتصدم كمان مرة وراح قايل you pushed him. كلمة push ده الحاضر pushed، وعلى فكرة ما بنقولش pushed، هي pushed كأنها بالتي pushed. تمام؟ you pushed him. كلمة him يعني هو، انت زقته، فهو بيقول له يعني انت اللي زقته، بيستهبل بيستعبط. تمام كده؟ تعال نكمل. Joey, I did not break this, okay? That has been broken for a while. Joey,
I did not break this, okay? That has been broken for a while. Joey, I did not break this, okay? That has been broken for a while. فطبعا راس فهم ان جوي بيشتغلوا او في حاجه كده بيحاول يوقعوا فيها، فراح قايل له جوي I did not break this اوكي، وراح فاتح الفريزر بتاع التلاجة وقال that has been broken for a while وهو مش قادر يتنفس. خليني اشرح لك. الاول انت عارف ان الناس بتتكلم بسرعه، كان مثلا لو هو بيتكلم بسرعه هيقول I didn't هنا، ولكن هو قال I did not. طب ليه قالها كده؟ لما بتأكد على الحاجة أو لما تحب تأكد على الحاجة بتقولها مفصلة، عشان كده دايما بقول لك في اختصارات بنتكلم بسرعة، لأنك لما بتتكلم بطريقة بسيطة بتحسس اللي قدامك إنك عايز تأكد له حاجة. أنا ما كسرتش ده، وده اللي هو قاله له هنا. هو بيقول له I did not break this، يعني ده في الماضي، بيقول له أنا ما كسرتش ده، أوكي؟ اللي هو تمام. وراح فاتح باب التلاجة بقى بيتأكد بنفسه، فشم ريحة غريبة، واضح جدا إن التلاجة معفنة، معنى كده إن هي بايظة بقالها فترة، عشان كده قال that has been broken for a while. لما بتقول that has been بيكون معناه هذا، وبتربط بقى الماضي في الحاضر، يعني التلاجة دي بايظة بقالها فترة. كلمة while يعني فترة أو فترة من الوقت، فلما بتستخدم that has been أو have been بيكون معناها إن حاجة حصلت في الماضي ولسه بتحصل أو لسه مستمرة. التلاجة ما تصلحتش، التلاجة قدامك ريحتها معفنة وبايظة، فمعنى كده إن هي كانت بايظة وما زالت بايظه. جميل كده؟ هقول لك لا مش جميل خالص. هتقول لي ايه تاني؟ هقول لك مش حاسك كده، حاسس ان لسه محتار. تعالى ادي لك كام مثال من بره الحلقه عشان تفهمني بشكل اعمق. لو قلت لك مثلا I study دي معناها انا بدرس، جميل قوي. لو قلت لك I studied English هيكون معناها أنا درست إنجليزي، وحطينا ED في الآخر علشان تكون ماضي. حلو أوي الكلام ده. طب لو قلت لك I have been studying English for a year هتقول لي مش عارف. هقول لك تعالى نشوف. أنا مش قلت لك إن دي I studied English هيكون معناها أنا درست إنجليزي؟ هتقول لي دي هنا خلصت خلاص، أنا قلت لك أنا درست، الموضوع انتهى خلص هنا. طب ودي I have been studying English for a year هقول لك لا، هنا دي نقرة تاني خالص، الموضوع يختلف. هنا دي أنا ربطت الماضي، أنا بدأت في الماضي أدرس إنجليزي وما زلت، يعني أنا بقالي سنة بدرس إنجليزي. معنى كده إن أنا بدأت من سنة ولسه ما وقفتش، أنا لسه بدرس كل يوم وبشوف اللي عليا وبعمل واجباتي وهكذا. النقطة دي وضحت؟ ما تقلقش، حتى لو لسه مش واضحة هفهمها لك أكتر لأن ليها حلقة لوحديها، لأن النقطة دي يطول الشرح فيها وأنا مش عايز أضيع وقتك أكتر من كده. تعال بقى نكمل المشهد. Hi, Chandler, remember I told you about our fridge? Hi, Chandler, remember I told you about our fridge? Hi, Chandler, remember I told you about our fridge? جوي فهم ان مفيش فايدة في راس، مش هيدفع $400 اللي هو عايزهم. راح بقى ملتفت لتشاندلر وقال له تشاندلر remember I told you about our fridge. طيب تشاندلر ده اسمه، remember كان المفروض يقول do you remember ولكن وقعها وكمان وقع you، ما قالش you remember، هو قال remember I told you about our fridge. كلمة remember يعني فاكر، بيقول له يعني انت فاكر. I told you كلمة told ده الماضي بتاع tell، كلمة tell يعني يقول، told يعني call، فهو بيقول له فاكر لما قلت لك about. كلمة about يعني عن our fridge، our يعني خاصتنا بتاعتنا، التلاجة بتاعتنا. فهو بيقول لي يا تشاندلر فاكر لما قلت لك عن التلاجة بتاعتنا دلوقتي بقت بتاعتنا، لان انا قلت لك تشاندلر مشي من زمان ما بقاش عايش معاه، فهو دلوقتي بيقول له فاكر لما قلت لك عن التلاجة بتاعتنا؟ خلاص يعني بقت بتاعتنا دلوقتي لانها بايظه، انما لو كانت سليمه ما كانتش هتبقى بتاعتنا، كانت هتبقى بتاعته هو. جميل قوي. نكمل بقى ونشوف قال له ايه. I still haven't gotten the check for your half yet. I still haven't gotten the check for your half yet. I still haven't gotten the check for your half yet. تشاندلر سمعه للآخر وراح هز دماغه وقال اللي هو أيوة، وبعدين كمل. فراح جو مكمل وقال I still haven't gotten a check for your half yet. طب خلينا أشرحها لك واحدة واحدة. كلمة I still بيكون معناها ما زلت أو بعد، أو بالمصري لسه. لسه إيه بقى؟ haven't gotten. كلمة
gotten أو gotten دي بيكون معناها أو دي هنا الماضي التام بتاع get يحصل على، تمام؟ ولما بتقول having gotten كده مع بعض بيكون معناها لسه ما وصلنيش كذا أو لم أحصل على كذا بعد، يعني لسه أهو ما استلمتش ولكن منتظر إيه بقى؟ check. كلمة check اللي هو الشيك المصرفي اللي أنت بتروح تصرفه من البنك. for your half. كلمة half يعني نص. your half يعني نصك. نص ايه بقى؟ نصيبك. مش التلاجة هتكلف 400 انت 200 وانا 200، مش قال له ان التلاجة بتاعتنا، فبيقول له يعني لم اتلقى شيكا لنصيبك بعد. كلمة half خد بالك ان ال L اللي في النص دي silent مش بتعمل صوت، فما تنطقهاش، ما تقولش half، لا هي half. تمام كده. ويت هنا برضو بتعبر عن ان انا لسه ما استعملتوش، وكلمة يت هتشوفها مع الزمن ده كتير have not got او haven't gotten yet. جميل، يلا نكمل. Do not give him any money. Do not give him any money. Do not give him any money. طبعا زي ما انت ما شفت كده راس فهم ان دي نصبايا وهو بيحاول يطلع منهم اي فلوس في حاجه هم ملهمش ذنب فيها، فعشان كده قال لتشاندلر do not give him any money. الاول ليا عندك سؤال ولكن خلينا نبدا بالشرح. do not بيكون معناها لا تفعل. لا تفعل ايه بقى؟ give. كلمه give يعني يعطي. do not give يعني لا تعطي. him هو يعني ما تدلوش. any money. كلمة any بيكون معناها أي. money يعني فلوس، فهو يقصد يقول له ما تدلوش أي فلوس. طب جميل أوي، خلصنا الجزء بتاع الشرح. تعالى بقى أسألك السؤال اللي قلت لك عليه. إيه الفرق ما بين لو قلت لك do not give him any money ولو قلت لك don't give him any money؟ ها تعرف؟ طيب لما تعرفش خليني أقول لك. لو قلتها لك كده باللغة الإنجليزية زي ما هو اتك على كل كلمة هيكون معناها إني بأكد لك عليها. شوف نبرة صوتي بالعربي كده، ما تدلوش أي فلوس. شايف نبرة التأكيد والحزم في صوتي؟ ولكن لو قلتها لك بالطريقة اللي أنا قلتها لك do not give him any money هترجمها لك كده، ما تدلوش أي فلوس. شايف قد إيه باين من صوتي إن مش فارق معايا أنت تديله فلوس ولا لأ، ما يهمنيش. لكن راس بيأكد عليه وبيقول له ما تدلوش أي فلوس خالص، تمام؟ فدي باللغة الإنجليزية يا سيدي بنقول عليها الانتونيشن. نبرة صوتك أو طريقة قولك للكلام بيحدد أنت جاد ولا لأ. عايز تأكد على معلومة في الجملة اللي أنت بتقولها وهي دي بالنسبة لك الفكرة الرئيسية في الجملة اللي بتقولها ولا لأ؟ مهتم ولا لأ؟ يهمك لو عملت ده ولا لأ؟ فخد بالك منها. وحاجة كمان معلش طولت عليك، الانتونيشن ممكن يكون سؤال. مثلا باللغة العربية أنا ممكن أقول لك أنت بتاكل وباين عليها كده معلومة بديها لك، بقول لك أنت بتاكل، خلاص خلصنا، شكرا إنك قلت لي. بس لو قلت لك أنت بتاكل وعليت صوتي في آخر الجملة هيكون معناها سؤال. كذلك باللغة الإنجليزية ممكن أقول لك مثلا you're eating وباين عليها إن هي statement يعني مجرد جملة بدي لك مثلا معلومة. ولكن لو قلت لك you're eating كده وعليت برضو صوتي في الآخر هيكون معناها أنت بتاكل، نفس الجملة بالظبط، تمام؟ فخد بالك من الانتونيشن لأن أحيانا بنقول حاجة وإحنا ما نقصدش كعرب والناس بتزعل مننا. جميل كده؟ معلش إن أنا طولت عليك في النقطة دي، يلا نكمل. I'm not talking to you, you broke my fridge. I'm not talking to you, you broke my fridge. I'm not talking to you, you broke my fridge. فطبعا جوي وهو متعصب وزعلان من الراس قوي قال له I'm not talking to you, you broke my fridge. خليني أشرحها لك. I am not بقت كده اختصرها. not اتلضمت معايا I'm not talking to you، لكن والله هو ما قالش to دي خالص، هو قال I'm not talking to you، I'm not talking to you كده ولضم to أو ما قالهاش أصلا وقعها. وده برضو اختصار ليها. لما بتقول I am talking to you ممكن تقولها كده I'm talking to you I'm talking to you وتختصرها، وده برضو أسلوب شائع. فهو بيقول له أنا مش بكلمك أنت you broke my fridge أنت بوظت تلاجتي، فبقول له مش بكلمك أنت يا اللي بوظت تلاجتي، أنت تسكت خالص يعني. طب جميل كده. بعد ما خلصنا الشرح تعالى بقى أحط لك المشهد مرة كمان، وأنا عارف إنك هتكون فاهم كل حاجة وأنا فخور بيك زي ما أنت فخور بنفسك، ولكن ما تنساش توقف وتحاول تردد. يعني من هنا ورايح عايزك توقف وتشوف هو قال إيه وتردد، تمام كده؟ شوف وارجع لي. What the hell are you doing? What the hell am I doing? You just broke my fridge. What? What? How do you know it's even broken? Oh, you think I don't know what breaks my fridge?
Excuse me. Well, what do you know? Broken. That'll be $400. Joey, I saw you push him. You pushed him. Joey, I did not break this, okay? That has been broken for a while. Hey, Chandler, remember I told you about our fridge? Uh-huh. I still haven't gotten the check for your half yet. Do not give him any money. I'm not talking to you. You broke my fridge. طيب انت هنا وصلت معايا لنهاية الدرس. اتمنى يكون الدرس عجبكم، وكالعادة لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبوهولي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد على كل الناس. شكرا جدا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.